كل ما بيشوفني بيقول كلام مش محترم ويقول لي معرفش انت جميله وانت وانت وانت، طبعا الكلام ما ينفعش اقوله. جايب السكينه وراح طعن بيها شاب محمد طعنه نافذه في القلب. اضيع مستقبلي واضحي بعلمي وبتعبي وبمصاريفي وبده كله عشان خاطر اقول كلمتين لبنت. مشاهدينا الكرام، نحييكم من جديد. ايه الفايده من معاكسه البنات؟ يعني الموضوع ده بقى دلوقتي غيه عند الشباب. ايه الفايده من كده؟ وتيجي تسال الشاب اللي يعمل كده، تقبل بكده على امك او اختك، يقول لك لا يا عم، ده لو شفت واحد بص لهم اطير رقبته. طب يا ابن الناس اللي ما تقبلوش على امك اختك اهلك، ما تقبلوش على حد. يقول لك لا يا عم، احنا بنحب نعيش يومنا. هي العيشه بقله الادب دي؟ النهارده حتى المتعلم بقى بيعمل نفس عمل الجاهل، مع ان في فرق كبير بين واحد متعلم وواحد جاهل او امي. مع ان احنا مش بنغلط في الجاهل، ده فوق دماغنا من فوق، بس احنا بنقول العلم نور. بنقول الشخص المتعلم دايما بيبقى منور، يعرف يميز علمه، يعرف يخليه يقول الصح فين والخطأ فين. وفي ناس من بتوع زمان لا اتعلموا ولا قروا ولا كتبوا، وبسم الله ما شاء الله تفكيرهم لا يعلى عليه. تجيب واحد معاه كلية ما عرفش يتكلم معاهم. ولكن احنا النهارده كشباب ايه الفايده؟ وده السؤال، ان انت تعاكس ست او بنت. الموضوع ده اتكرر اكتر من مره ووصل لاكتر من جريمه قتل، والناس بتكرر نفس الخطا هو بدون تفكير، وكأن ان ربنا سبحانه وتعالى من غضبه على بعض من الناس، طبعا مش كل الناس اللي ما رحم ربي، سلب منها نعمه الفهم والفكر، لان الفهم والفكر نعمه من ضمن نعم ربنا سبحانه وتعالى اللي اختصها على بعض من عباده. مش كل الناس، ما احنا كلنا عندنا دماغ بس دماغنا مش زي بعضيها، كل واحد ليه تفكير، تفكيرنا مش زي بعضينا. ربنا لما بيغضب على البني ادم بيسلط عليه نفسه، مش بيجيب له حد من بره يخليه يشوف الصح خطأ والخطأ صح. تعالوا نشوف قصة الشاب حاتم سمير عبد الرحمن، طالب في كلية الطب، كلية طب الأسنان بروسيا. هو مصري، عشان محدش يقول لي احنا خلصنا من اللي احنا فيه راح تجيب لنا بتوع روسيا. يا عم الشاب ده اصلا مصري، ليه زميله اسمه محمد، برضه شاب مصري طالب في كلية الطب، طب الأسنان في روسيا، رايحين يدرسوا في روسيا. انت كحاتم رايح تدرس ولا رايح تعكس؟ ده المشكلة الكبيرة ان حاتم ومحمد صحاب، يعني الاتنين صحاب والاتنين في كلية الطب، كلية واحدة قسم الأسنان، وبسم الله ما شاء الله عليهم. امال ايه اللي حصل؟ محمد ليه خطيبته جميلة بتتمتع بقدر كبير من الجمال، دي كان سبب دفع بالنسبة لحاتم ان هو يبص لها او يعجب بيها. يا اخي عيب عليك، ده خطيبة صاحبك وتعتبر زميلتك في الكلية. ما عملش حساب للكلام ده كله، بالفعل ابتدى يلجأ عليها بالكلام، ابتدى يعاكسها. طبعا هي ما قبلتش الكلام ده، ابتدت تقول لخطيبها صاحبك كل ما بيشوفني بيقول كلام مش محترم ويقول لي معرفش انت جميله وانت وانت وانت، طبعا الكلام ما ينفعش اقوله، فاي شاب مش هيقبل الكلام ده. محمد ابتدى يروح يعاتب حاتم. تعالوا بقى نشوف اللي حصل. يعني واحد جاي بيعاتبك لحد يجي بيقول لك اللي انت عملته ده غلط، ما ينفعش تعمله. انا ما كنتش اتوقع منك تعمل كده، ان انت تبص لخطيبتي وتعكس. هنا رد فعله كان على ايه؟ شدوا مع بعضيهم في ثواني، جري في السكن حاتم وراح جايب السكينه وراح طعن بيها شاب محمد طعنه نافذه في القلب، وجع لا حول لا ولا قوه. خدوه وجروا بقى المستشفى، بالفعل نجحوا بعض الاطباء بانقاذه، وبالفعل بيتلقى العلاج داخل المستشفى وحالته حرجه. تم ضبط حاتم سمير وما زالت التحقيقات شغاله في القضيه. اول هام تم فصله من الكليه، وما زال رجال قوات الامن الروسيه بتباشر التحقيقات في القضيه. شفتوا اللي بيحصل؟ يعني الشاب ده اهله دلوقتي لما يجي لهم الخبر ده يطب عليهم زي الجدل المستعجل كده. الله يعينهم ويساعدهم. ده طالب في كلية طب رايح يتعلم ولا رايح يعاكس؟ يعني ده خطيبة صاحبك، يعني مش بنقول واحدة روسية كمان، مع ان ده لو واحدة روسية او تحمل اي جنسية ده مش مباح ومتاح، لان انا عارف ان الناس بتفهم الكلام بالمشقلب بالمقلوب.
ده مبدأ مرفوض على اي حد، محدش يقبل بكده. انت قلت كلمتين، يا حلوه يا مكنه يا معرفش يا مزه يا ايه اللي استفدته؟ ضيعت نفسك وحطمت نفسك. والمصيبه الكبيره ان احنا بنهدم كل شيء مقابل كلام فارغ. يعني لما تيجي تسال اي واحد كده عاجل يقول لك ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ اضيع مستقبلي واضحي بعلمي وبتعبي وبمصاريفي وبده كله عشان خاطر اقول كلمتين لبنت؟ ايه التفاهه اللي احنا فيها دي؟ طالب في كليه الطب قسم الاسنان، اضحي بده كله؟ انت رايح متغرب يا ابن الناس عشان تبقى بكره وبعده حاجه كويسه، الناس تقول لك يا دكتور، تبقى راجل محترم، تبقى نموذج مشرف في المجتمع. تعمل كده؟ ما استقبلش محمد، جه عاتبك، ده هو اللي جاي بيعاتبك. قول له حقك عليا، غلطت، كانت ساعه شيطان، والله ما كنت اقصد وما اعرفش حصل معايا كده ازاي. هيستقبل منك الكلام. انما انت اللي معاكس خطيبته ولما يجي يعاتبك تطعنه، ان شاء الله هتنال العقاب الرادع. عشان كده يا ريت الشباب بقى تتعلم، يا ريت اللي بيسمعني يتعلم ويعرف ان انا مش هدفي ان انا اطلع اقول لك فلان اتقتل وفلان قتله وده هيعملوا فيه ويسووا فيه. لا، ده مش موضوعي، لان في الاول وفي الاخر في جهه تحقيق منوطه بالكلام ده. احنا مالناش دعوه بالكلام ده، احنا مش جهه تحقيق. انا رسالتي ان انا بعرف حضرتك التفاصيل والاسباب والدوافع اللي انت بالفعل تستفاد من اخطاء الغير، وتعرف ان الغلط ده لما فلان ده عمله ايه اللي ترتب عليه، وحضرتك تعرفي ان الغلط ده لما تم من فلانه دي ايه اللي ترتب عليه، لان اخرة الغلط لازم يكون غلط. يا ريت نتعلم من قضيه النهارده. وطبعا بعرض القضايا اللي زي كده، هدف الاول والاخير منها هي التوعيه والتعلم من اخطاء الغير. بشوف وشكم بخير والى اللقاء.